تسالما والوجه مقابل الوجه، وأحدهم يقول للآخر: الخيار لك، أنت من تبدأ، والآخر: أنت من تختار، فأوراق الدور محيت اليوم، وآسيا قد فتحت أبوابها، ونحن أولاد الليلة وليس للأمس من شيء يقال. وما يقال هنا إن الاتحاد هو من بدأ الحراك على أرض الميدان، لكن اللون الأحمر لم يضأ لنا، وبذات المسار كان الهلال يعطينا انطباعه على أقل تقدير خلال ال10 دقائق الأولى، التي كسر بعدها من شهدناه يسلم أولا ويقول: ابدأوا أم نبدأ نحن. محمد نور يشق الطريق لنونو أسيز الذي سجل ففتح سجلات آسيا كلها وليس لمدينة جدة وحدها. قلم ومسطرة، خطها نور، والنور يشرق حتى بليلك يا عروس البحر الأحمر. فبعد هدف أسيز جاء نزيايا الذي عن الأول سوى بدقيقتين، وتذكرت فورا كلام الأمير عبد الرحمن بن مساعد لصدى الملاعب، وهو يقول: أخاف من الهلال فقط عندما نكون بغير يومنا، واليوم هو ليس يومهم. فلم نرى أي وجه تعلمنا عليه بشوط اللقاء الأول، وفي الثاني ظهروا أمامنا يتناقشون بماذا سوف يعودون لحشودهم التي تعلمت على الفوز ولم ترى الخسارة منذ زمن طويل، ووجه الجابر لا يوحي بأنهم سيفعلون. والقلم والمسطرة تشهد لنا بأنه مهندس المباراة ومعمارها، بعدما أضافوا الثالث بتوقيع أسيز وإبداع من طائرة الأوكس التي ترى طبع القدم في الظلام الدامس، وأقصد نور طبعا. وإذا قلنا شيئا عن سيرة الفريق الآخر فإن الزعيم ظهر فعليا بعد الدقيقة 80 من عمر المباراة. العابد رطم قائم الاتحاد، ومن بعده بثواني فقط سجل عبد العزيز الدوسري هدف فريقه الذي ظل بحالة خسوف طوال 80 دقيقة خلت، وطل برأسه عند الدقيقة 83، لكن ذلك لم يجدي أي نفع، فخرج أقوى المرشحين من ال5 العرب. عمار علي، صدى الملاعب.